إذا استهدف حزب الله سوريا رح تفوت بالحرب. هروب بشار الأسد من دمشق. أنا أقول وأكرر لأني لا أقول كلام من الهواء، انتظروا تسونامي حزب الله. ما عاد في توازن، ما في توازن بينك وبين إسرائيل بالمواجهة. ونحن بعدين لو فتنا بالحرب، خلينا نأجله، لو فتنا بالحرب وحياة الله لو فتنا بالحرب هلا ومثل ما قلت أنا بعرف شي لحظة، مثل ما قلت بال 2006 قد ايه حيروح لنا كم شهيد؟ كم شهيد حيروح لنا؟ 10 15 والله نسواننا بيجيبوا 90,000 و90,000. أستاذ رفيق، تبا لهذا الزمن، الزمن ابن كلب اللي صرنا بنقعد فيه قدام شاشات بنشوف كيف عمال ننقصف وبنشوف موتنا، وبيطلع واحد مثل أدرعي ليحدد لنا أي ساعة بدنا ننقصف، والعالم قاعد يناطر كيف بدنا ننقصف. اتفوه على هذا الزمن. أنا حتى لما قلت إنه بزر السيد حسن بيضرب وزارة الدفاع، أنا وقال لي إياها السيد زر من حسن نصر الله يدمر وزارة الدفاع الإسرائيلية. طب هاو التافهين اللي بيطلعوا يحكوا بالموضوع، إيه وين الزر؟ إيه على أساس حزب الله ناطر الهيدا الحمار لحتى يكبس الزر؟ يعني خلص خلصنا، يعني خلصنا ساكتين ولو وماشي الحال، حتى ساكتين. هلا شبيبي ما عم يردوا على اسرائيل، ماشي الحال، بس طولوا بالهم شوي بعد. جربنا وما في توازن. كل واحد كتب وكل واحد حكى وكل واحد شمت وكل واحد قاعد عم بيحرض، يطولوا بالهم علينا شوي، واللي بده يعتبرها تهديد يعتبرها تهديد، لأنه خلص ما كنا نوصل هيك. كانت إذا تصير أي شيء بأي عاصمة عربية ننزل نكسر الدنيا بالمظاهرات.